ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نعمل الجدارية المميزة الجميلة دي مع بعض. انا كنت ناوية اعملها ورشة مدفوعة اونلاين، ولكن تعليقاتكم على القناة هي فعلا اللي شجعتني ان انا انزلها بالتفاصيل كاملة. فما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير. يلا بينا نبدأ. الاول نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عندي هنا طبعا انا قلت لكم ان احنا استخدمنا 3 كيلو كوردون حشو 3 مللي، تمام. وينفع نعملها طبعا بأي خيط مناسب عندكم، تمام. ولكن ده أفضل خيط بصراحة، هيدي نتيجة ممتازة. الأول حاجة، أنا عندي طبعا جزء 120 سنتي، قصيت فتلة على 3 متر ونص وجوزتها بالظبط من النص كده وعلقتها. والفتلة اللي من ناحية اليمين أنا علقتها. طبعا في فيديو تاني لطريقة تعليق الخيط بعقدة، نعمل عقدة بداية بفتلة واحدة، تمام. أنا كنت شرحتها قبل كده، تمام. بعد ما نعلق الفتلة من يمين ومن الشمال بعقدة البداية على الجذع نفسه، هنبتدي بقى نعلق خيوط كده. انا قصيتها على 2 متر، اللي في النص دي على طول قصيتهم تقريبا 5 خيوط على 2 متر. وبعد كده كل شوية بقلل المقاس بحيث ان انا اطلعه مظبوط بالظبط وميبقاش فيه هادر. آم، قصيت على 2 متر، بعد كده 190 سنتي، بعد كده على 180 سنتي، بعد كده على 170 سنتي، واخر حاجة على 160 سنتي، لحد لما اوصل لاخر الجدارية ان انا بعلق الخيوط يمين وشمال، تمام كده. يبقى بفضل اعلق الخيوط على الفتلة او الخيط اللي انا علقته من النص ده، تمام كده. طبعا زي ما انا قلت انه عادي ان هي ينفع تبقى بكوردون فاضي، تنفع تبقى بمجدول 3 مللي، تنفع تبقى طبعا بمارشميلو حلو جدا برضو، هيدي نتيجة ممتازة زي الخيط اللي انا مستخدماه ده، واللي هو الامريكي. وينفع يعني ينفع باللي هو متوفر عندكم، تمام. برضو الخرز المتوفر عندكم مفيش اي مشكلة خالص. لان دي حاجة احنا بنعملها يعني ايه، لذوقنا. بنعملها مثلا مادام طبعا مفيش عميل او عميله يعني عايزين نفس التصميم، فاحنا نقدر ان احنا نغير فيه براحتنا خالص، مفيش مشكله. وكمان نختار الخيط الانسب للديزاين نفسه. المفروض ان احنا يبقى عندنا حته فن، ان احنا طبعا ده بيجي مع الخبره، ان انا اقدر اختار الخيط ازاي اللي مناسب مثلا للديزاين ده او للتصميم ده، تمام. ده بيجي بعد وقت، خلاص انا بشوف الصوره ببقى عارفه الخيط المناسب ليها، ببقى عارفه اللي هيطلعها بنفس الكواليتي وبنفس الجمال اللي في التصميم، تمام. فانا طبعا الخيط ده هيبرز جدا الجمال التصميم، اللي هو الكوردون الحشو التلاتة ملي. هي الماركة اللي انا بجيبها دي بصراحة اسمها هولاند. هي مش حاساها منتشرة قوي، بس هي مميزة جدا بصراحة وبتدي فخامة كده للشغل وجميلة بصراحة. فانا يمكن هي دي اساس الشغل معايا في اغلب الديزاينات اللي انا بعملها، هي دي اساس الشغل، تمام. بس زي ما قلت لكم المتاح عندكم. انا كده علقت الخيوط اهو، بتني كل فتلة وبعملها عقدة بداية على الخيط اللي انا علقته ده. هكمل بقى الجنبين يمين وشمال، هتبقى بالشكل ده معايا اهو، علقتها يمين وشمال، تمام. بعد كده هنبتدي نعلق الجزء بقى بتاع الخرز. زي ما قلت لكم الخرز المناسب عندكم مفيش اي مشكله خالص، هنستخدمه، تمام. انا ده اللي كان مناسب معايا، وعلى فكره غيرت فيه تاني يعني. حسيت ان انا في لمسه كده مختلفه عملتها بصراحه فيه، اديته شكل اكتر. هوريكم طبعا الفينش النهائي حسب الاحجام اللي عندكم المناسبه، حسب المناسب ليكم. ممكن ان حد يجي في دماغه حاجه تانية سبحان الله برضو يعملها وتبقى احلى بكتير، لان دي كل واحد بيبقى له بصمه كده في الشغل مختلفه غير التاني، تمام. بعد كده بعد ما علقت الخرز هدخل في الجزء التاني بقى، اللي هو جزء العقد اللي هو المعينات. هعمل لكم الجزء اللي على اليمين، وبعد كده نعمل الجزء اللي على الشمال ان شاء الله. بعد كده الاول حاجه هندخل من ناحيه اليمين،
نخلي بالنا برضو من موضوع المقاسات، انا قلتها في كذا فيديو. نقيس، انا علقت الفتله اللي في النص فهقيس اليمين قد الشمال، هنا 60 سم وهنا 60 سم. لما اجي اعلق الخيوط دي برضو هقيس الناحيه اليمين قد الناحيه الشمال. تمام. هنا علقت فتلتين بس. طول الفتله ديت على 6 متر. تمام. بتنيها وبعلقها كده، وبعد كده هعمل معينات صغيره بالفتلتين دول بس. معينات. هعمل من الخيط ده في النص، وهاخد الفتله اليمين اعملها على الخيط الثابت عقده مزدوجه، واخد برضو الفتله اللي على الشمال اعملها عقده مزدوجه على الخيط الثابت. يعني هو معين صغير كده، مكون بس من الاتنين خيط ثابت والاتنين خيط المتحركين دول. هرجع تاني اعمل برضو نفس الفتله يمين وشمال على الخيط الثابت عقده برضو مزدوجه، عشان وبعد كده هقفل المعين بتاعي. هو معين صغير كده باتنين خيط فقط. هكمل بقى بنفس الطريقه، بس هخلي بالي من تركه ايه، ان المعين يبقى باصص. انا دلوقتي عملت المعين ناحيه اليمين، المفروض الشغل بتاعي نهايته تبقى الشغل شيء باصص ناحيه الشمال. ولما اجي اعمل ناحيه الشمال لازم نهايه المعينات تبقى باصه ناحيه اليمين. خلي بالنا التركات دي بتفرق جدا 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 في تفاصيل الشغل، وبتطلع الشغل متقن جدا. ما ينفعش ان احنا ننساها، هتفرق جدا. هكمل بنفس الطريقه. بصوا كده قفله المعين باصه في الاتجاه التاني، اتجاه الشمال، لان ده لما اجي انهي الشغل بتاعي واجمع كل المعينات ببعض، ده هيدي شياكه جدا 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 للشكل، وهيبقى متقن وهيبقى جميل جدا. يعني ما ينفعش انسى واعملها العكس. هكمل بقى بنفس الطريقه لحد لما اوصل لطول 40 سنتي شغل. تمام. انا طبعا هنا قصه الخيوط وعامله حسابي طبعا بالاطوال اللي هي الشراشيب اللي تحت، وعامله حساب بجزء اللي انا هجمع فيه الخيوط مع بعض. كل ده طبعا انا عامله حسابه في الشغل وفي طول الخيط وانا بحسبه. تمام. وعقده البدايه وكل حاجه. لو انتوا حابين برضو ان انا اشرح لكم على نفس الجداريه ازاي قصيت الاطوال بتاعتها بالتفصيل تاني، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم الفيديو ده باذن الله. انا كنت شرحت الاطوال دي ازاي نقيس الاطوال بالظبط ونحسبها في جداريه صغيره. لو حابين على نفس التصميم ده اعمل لكم ازاي نحسب الاطوال بتاعتها. طبعا بنطبقه بعد كده على اي تصميم، لان انا مش حابه اي فنانه تيجي تقول اقص على كام. انا بجد عايزاكم كلكم تتعلموا وتبقوا متقنين الشغل بنفسكم، وتقدروا تحسبوا الاطوال بنفسكم. تمام. يبقى كده اول جزء ده هيبقى على طول شغل 40 سنتي. هفضل كده شغلاه لحد ما اوصل ل 40 سنتي. بعد كده هبدأ اعلق الخيوط بتاعه المعينات التانية اللي جنبهم. هعلق بقى المرة دي 3 خيوط، 3 فتلات. تمام. كل فتلة فيهم هقصها على 6 متر برضو. تمام. يبقى هنا هعمل برضو 3 خيوط على 6 متر. طبعا كل المقاسات دي برضو تاني هكتبها لكم في صندوق الوصف. بعد كده هعمل هنا برضو معينات، بس طبعا هيبقى في عدد فتلات اكتر. هيبقى في خيط ثابت هعملهم كده من النص مع بعض بعقده مزدوجه. تمام. وهطلع بقى من كل خيط ثابت 2 فتلتين. تمام. بعقده مزدوجه. ادي كده واحد، ادي التانية. تمام. بعد كده هاخد الخيط الثابت اللي في ناحيه الشمال، هطلع برضو منه فتلتين. ادي واحد
ادي 2 بعقدة مزدوجة. بعد كده هرجع تاني اعمل بقية المعين، برضو هطلع من الخيط الثابت 2 فتلتين من اليمين ومن الشمال. وهنا في المعينات هنا في المعين مفيش فيه اي شكل جوه المعين، تمام. يعني لو كان في عندي اي شكل من جوه المعين كنت طبعا هعمل برضو كمان حسابي في طول الخيط وانا بقص، انما هنا مفيش اي شكل خالص. فهنضرب الخيط عادي على 8، المعينات على 8. خلي بالنا اهو ان هو باصص برضو على ناحية الشمال، المعينات دي في اتجاه اليمين، فانا عملت كل الخيط بيبص على اتجاه الشمال اللي هي قفلة المعين. يعني الخيط الثابت ده يبقى هو متوجه ناحية الشمال في قفلة كل معين. طلع برضو كده 2 خيط. احب اقول لكم فعلا ان حسن اختيار الخيوط الماتيريال لاي مشروع هو سر من اسرار اصلا نجاح المشروع، وان هو يظهر بصورة احترافية وصورة مميزة. لو حاسين طبعا ان انا فدتكم باي معلومة، ما تنسوش دعوة حلوة منكم كده وكومنت جميل ولايك والاشتراك في القناة. فعلا كومنتاتكم الجميله، وان انا بحس فعلا ان انا طريقتي عجبتكم وسهله في الشرح وان انتوا استفدتوا منها. ده اكتر حاجه بتشجعني فعلا ان انا اكمل، وان انا اقدر انزل لكم كل المشاريع اللي هي المكرميه دي، وانا فرحانه ومبسوطه والله ما دام اي حد بيستفاد، فانا طبعا ببقى مبسوطه جدا. كده هكمل المعينات. خلي بالنا بقى جزء المعينات التاني ده هيبقى طوله 41 سم، يعني هزود بس سنتي فيه في الطول بتاعه. اول معين اللي هو الصغير ده طوله 40، والتاني ده 41 سنتي. بعد كده هبدأ طبعا في المعينات بقى اللي هو الجزء الثالث، تمام. بعدهم كده هعلق برضو 3 خيوط، تمام. هو نفس ده نفس المعين الأخير ده، فهعلق برضو 3 خيوط طولهم بقى المرة دي 5 متر ونص، تمام. بقسم كده برضو الخيط من النص وبعلقه بعقدة بداية على الجازع، تمام. خلي بالنا موضوع برضو الجذوع دي لازم طبعا الجذوع تبقى متعالجة، تبقى معالجة ضد اللي هو الحشرات والحاجات اللي هي بتبقى في الخشب دي، بتبقى هي المادة اللي هما بيحطوها عليه بتقفل طبعا مسام الخشب ديت وبتخليها طبعا تعيش كتير، غير لما تجيبيها كده يعني ان هي ما بتبقاش معالجة. فلا ده طبعا اوعوا تشتروا جذوع مش معالجة. هعمل برضو المعين بنفس الطريقة، هاخد الفتلتين اللي في النص، واحدة ثابتة يمين واحدة ثابتة شمال، وبعد كده هطلع عليهم 2 خيط متحرك واعمل عليه عقدة مزدوجة كده الاتنين. هاخد الخيط اللي على الشمال واعمل برضو 2 عقدة مزدوجة بالخيط هنا، ادي اول واحدة وادي تاني واحدة. كمان لو حابين ان احنا نتكلم برضو في موضوع التسعير المنتجات الهاند ميد او المكرمية بالخصوص، يعني اكتبوا لي برضو في الكومنت.
طبعا الجزء ده انا عاملاه بالتفصيل عشان تنفذوها ان شاء الله معايا خطوه بخطوه، واستنى طبعا ابداعكم وتطبيقاتكم. لو في حد اول مره يشوفني، انا عزه يوسف، مدربه الفن المكرميه وصاحبه براند كنوز هاند ميد. هسيب لكم روابط الصفحات بتاعتي في صندوق الوصف. كده كملتهم وبقوا بالشكل ده، وعملت طبعا ناحيه الشمال عشان ما اطولش عليكم بنفس الطريقه بالظبط. التالت ده طوله 42 سم، يبقى اول واحد 40 40 41 42 سم. بعد كده تعالوا بقى نقفلها مع بعض الجزئيه دي. ازاي بقى نقفل الشغل بطريقه احترافيه وجميله؟ خدنا بالنا ان احنا كنا عاملين المعاينات اللي على ناحيه اليمين متجهه ناحيه الشمال، واللي على الشمال متجهه ناحيه اليمين. ففي الجزئيه دي بتفيدنا جدا. انا بجيب بقى الخيط اللي طالع، كل الخيوط اللي طالعه بعملها بعقده مزدوجه على الخيط الثابت. بعد كده بجيب الخيط المقابل من ده للخيط المقابل من ده وبعمله بعقده مزدوجه زي ما عملت كده اهو. الخيط الثابت اللي هو باصص ناحيه الشمال ده بعمل عليه الخيوط كلها اللي طالعه في الاتجاه ناحيه الشمال، وبعملهم عقده مزدوجه عليه الطريقه دي كده. بعد كده بقوم واخده الخيط بقى، واي خيوط هتقابلني في اتجاه الشمال هقوم واخداها اعملها برضو عقده مزدوجه، واشد ايدي كده بحيث ان هي تدخل على الجزء اللي هو بتاع النص بالعقده المزدوجه برضو لحد ما اوصل لنص الخيوط. يعني انا المعين اللي هو في النص الصغير ده بقسم خيوطه يمين وشمال. الخيوط بقى اللي هي على ناحيه اليمين هي اللي هاخدها دلوقتي معايا في المعين التاني ده. بشد ايدي كده واظبط ايدي علشان تبقى ما بقاش فيه فراغات في الشغل، لان دي برضو حاجه بتبين اتقان الشغل وبتبين الخبره في الشغل، ان ما يبقاش فيه فراغات في الشغل. هعمل برضو نفس اللي انا عملته في ناحيه اليمين هعمله بقى اتجاه الشمال. هيكون برضو المعين اللي في اتجاه الشمال باصص اتجاه اليمين، فهقوم واخده الخيوط كلها اللي في ناحيه اليمين هقوم عاملاها برضو بعقده مزدوجه زي الاتجاه اليمين ده. ودايما ما تنسوش النصيحه دايما اللي انا بقولها لكم، اللي مبتدئه ما تستعجلش ابدا ابدا في البيع، تاخد وقتها لما تتقن الشغل جدا. نفس اللي عملته بقى اليمين هعمله نفس الشمال. هاخد كل الخيوط اللي هي المتجهه ناحيه، طبعا بالنسبه لي ده هيبقى الشمال اللي باصه ناحيه اليمين، تمام. فاخد كل الخيوط اللي هتقابلني لحد ما اقابل اللي هو المعين، العقد المزدوجه اللي انا عاملاها من المعينات دي، واقفلهم برضو على بعض. نخلي بالنا اهو. ايدي ولا تبقى مشدوده قوي قوي في الشغل، ولا تبقى مخليه الشغل راخي كده. هقفل بقى الجزء ده كله كده بتاع العقده المزدوجه مع بعض. اي طبعا حاجه مش حاساها معدوله انا بعدلها بايدي، يعني ما ببنيش على غلط. هعدلها بعد كده. هبدأ بقى اعمل المعين التالت ادخله برضو في الجزء ده. هعمل برضو الخيوط كده بعقدة مزدوجة على الخيط الثابت اللي هو باصص الاتجاه التاني. تمام. بنفس الطريقة بقى هدخل برضو المعين ده في باقي الشغل.
هاخد كل الخيوط. طبعا الخيوط بخلي بالي ان انا بقسمها على 2، ما ينفعش الناحيه اليمين تبقى ازيد من الشمال او الشمال اقل من اليمين، ما ينفعش. فلازم بقسم الخيوط كده وانا شغاله، ببقى واخده بالي ان انا وصلت للنص خلاص بالظبط. ممكن اتلخبط، فممكن اعمل علامه مثلا، احط دبوس او حاجه توضح لي ان ده مثلا نص الخيوط. هعملهم كده كلهم بعقده مزدوجه برضو، اي خيوط هتقابلني لحد النص. تمام كده. هاخد كل الخيوط. كده وصلت للنص. نفس برضو اللي عملته اتجاه اليمين هعمله برضو اتجاه الشمال. بعدل بايدي وبظبط الخيوط وبقيس تاني الجذع. كل خيط اليمين قد المسافة اللي موجودة في الشمال، كلهم اللي في النص قد بعض، اللي ناحية اليمين المعينات كمان، كل فاصل ما بين كل معين لازم يبقى اليمين قد الشمال. كل فاصل برضو ما بين الخيط اللي انا معلقاه الثابت اللي في النص اليمين قد الشمال. كل حاجة لازم اشتغل شوية واقيس. دي برضو حاجات من الحاجات اللي هي الاساسية اللي بتخلي الشغل يطلع مظبوط ويطلع متقن وبروفيشنال. ده اللي يوضح ان انت عندك خبرة ولا لا. كل حاجة لازم بتبقي عاملة حسابها، وكل حاجة بديها وقتها في الشغل عشان طبعا يطلع مظبوط. ده طبعا لو انت عايزة تبقي متمكنة في شغلك وتقدري تكوني البراند بتاعتك وانت واثقة من نفسك ومن شغلك وان انت تقدري تنفذي اي ديزاين. هقفل برضو نفس الجزء ده بقى. انا بصراحة بعدين عدلت وعملت في الجزء ده تاني معين وفيه خرزة، بس للأسف ما صورتش الجزء ده. بس هيبقى سهل جدا، يعني هاخد كام خيطة كده وهعمل عليهم معين في قفلة الجزء بتاع العقدة المزدوجة ده، وحطيت خرزة كبيرة فيه. كده قفلتها بالشكل ده. انا بعد كده بقى هعمل المعين اللي قلت لكم عليه واحط فيه الخرزة بالشكل ده، هو في نفس الجزئية دي. اتمنى يكونوا الشرح سهل وبسيط، ومش حابة ان انا اطول عليكم اكتر من كده في الفيديو ده. وان شاء الله اكمل لكم الفيديو التاني للجدارية دي، هكملها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.